ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هقولك ازاي يبقى جسمك نضيف طول الصيف وريحته حلوه وملمسه حلو ومترطب وريحتك كده بتعدي، ريحتك بتفوح واي حد بيشمك بيقولك انت ريحتك حلوه جدا. بلس عليهم كمان ان انت ملمس جلدك هيبقى حلو، هيبقى نضيف وعاملين ريموف للشعر. فكل ده يا ست الكل هقولهولك النهارده، ويلا بينا مع بعض نعرف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه محتاجين نعملها خالص هو ان احنا هنعمل ازاله للشعر اللي في جسمنا. إزالة شعر الجسم ده أمر ضروري ضروري ضروري، لأن إحنا في الصيف. فلا أنت كبنوتة هتطيقي نفسك إن أنت يبقى ده في جسمك، ولا هتطيقي ريحتك، ولا أي حد معدي هيطيق. فاحنا محتاجين نعمل إزالة للشعر بتاع الجسم. هنعمل إزالة شعر الجسم إزاي؟ هنستخدم النهاردة معانا الشيفنج في الفيديو عشان نكمل الستبس كلها هتبقى على الشيفنج. فهنستخدم الشيفنج في المشروع. قبل ما نستخدم الشيفنج محتاجين نعمل سكراب للجلد كويس. ليه نعمل سكراب يا ست الكل؟ علشان انت لو ما عملتيش سكراب لجلدك، جلدك هيطلع فيه جلد الوزة، الشعر اللي هيطلع مش حلو، الشعر نفسه مش هيطلع كله معاكي في الشيفنج، وبعد ما يجي يطلع هيبقى ملمسه وحش جدا جدا. فعشان نتفادى كل هذا محتاجين نعمل سكراب للجسم. وفي الحاجة دي احنا عندنا تو اوبشن. الاوبشن الاول ان انت تجيبي سكراب جاهز وتستخدميه لجسمك على طول، زي بتاع ايفا او زي السكرابات اللي بتبقى دي كلها حاجات جاهزه. والاوبشن التاني ان احنا نعمل سكراب في البيت، وده هيبقى الفيديو الجاي. تاني حاجه هنبدا نعمل الشيفنج. طيب هعمل الشيفنج ازاي؟ انا لسه زيرو، معرفش اعمل شيفنج خالص. اوكي، هنمسك الشيفنج بتاعتنا وهنمشي عكس اتجاه الشعر. طيب لو في شعرايه تلمه رخمه واقفه، انا مشيت عكس، انا الشعر طالع كده، فانا مسكت الشيلينج بتاعتي ومشيت عكس اتجاه الشعرايه كده. يعني انا الشعر طالع كده، فانا مشيت كده عكس اتجاه الشعرايه. طب في شعرايه تلمه رخمه واقفه هنا مش عارفه اجيبها، عادي ممكن تمشي في الصف بتاعها وتطلع معايا. طب لو انا الشعر مش طالع معايا عكس، انا بسمع دايما ان بيقولوا انه يفضل ان انت تمشي عكس اتجاه الشعرايه، ولكن انا ساعات بمشي مع اتجاه الشعرايه وبعد كده برجع اعمل المره التانيه عكس اتجاه الشعرايه. بس انا عشان جلدي واخد على ده وبعرف اتملك فيها كويس فبعمل كده. طب لو انا ما بعرفش اتملك فيها كويس ولسه اول مره امسكها وخايفه ان انا اتعور، فيفضل ان انا اخدها على طول عكس اتجاه الشعرايه، وده بعد ما تقشري الجلد الميت كويس عشان تتفادي ان انت تتعوري وتتفادي ان يطلع الشعر بعد كده مش حلو. وما تعمليش على الناشف، اهم حاجه انك ما تعمليش على الناشف. لازم 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 ما دام هتعملي شيفنج تعملي على حاجه. يا اما تستخدمي اي حاجه عاديه عندك في الحمام، لا اما هتجيبي الفوم بتاع الشيفنج، يا اما تجيبي اي كريم شيفنج لو انت مش عايزه تستخدمي الحاجات العاديه. طب لو انا مش معايا اجيب كريم شيفنج، لو انا مش عارفه اجيب فوم شيفنج هتستخدمي الصابونه بتاعتك عادي خالص وتعملي عليها الشيفنج. ده كل ده واحنا في التويليت عملنا سكراب، وبعد كده عملنا شيء. هنطلع بره الدوش هنستخدم الحاجات كالآتي. أول حاجة خالص هترطبي جسمك بحاجة ما فيهاش ريحة، ما فيهاش ريحة علشان جسمك ما يلتهبش، لأن انت فاتحة مسام الجلد. وأنا في الحاجة دي بالذات، أو أنا اللي أنا بعمله إن أنا بستخدم، ده مش إعلان، أنا بستخدم دير اللوشن. ده اللوشن بتاع ده حلو قوي. انا بستخدمه بعد الشيفنج، ما بيلتهبش جلدي وما بيحمرش جلدي وما بحسش ان هو فيه ريحه نفاذه اوفر ان انت تلتهب لك جلدك. ففي الوقت ده او في الحاجه دي انا بحب قوي دير. لو انت عندك حاجه واخده عليها وبتحبيها وبتريح جسمك تمام مفيش مشكله. لو ما عندكيش فانا برشح لك دير. بعد كده شويه الدنيا بقت تمام وخلاص مفيش اي حاجه، الدنيا هديت، محتاجين نحبس ترطيب الجسم. انا حطيت المرطب ومحتاجه احبس الترطيب علشان جسمي يفضل مترطب وابقى حبست على الترطيب اللي انا عملته بعد الشيء. وفي الحاله دي يا ست الكل انا دايما بلجأ لحبيبي اكتر حاجه بتحبس ترطيب في الدنيا، زيت جوز. بص هو ميت بس انا بحبه جدا جدا جدا. رطبي واستخدمي زيت جوز واتفرجي على شكل جلدك بعدها يبقى حلو. خلصنا، رطبنا الجلد، عملنا شيء، عملنا سكراب،
عملنا شيفنج، رطبنا الجلد، حبسنا الترطيب لتاني يوم. تاني يوم بقى شوفي ملمس جلدك عامل ازاي. طيب انا تاني يوم نازله او تالت يوم نازله وعايزه بقى ريحتي تبقى حلوه، انا جسمي مترطب، عايزه احط حاجه بقى لجسمي تبقى فواحه وريحتها حلوه. انا دايما 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 بستخدم خطير يا جماعه، خطير تحفه، تحفه، مهما تحفه. بعد ما بترطبي جسمك كويس، واهم حاجه ترطبي جسمك كويس عشان ما ينفعش نستخدم ده على طول عشان ده فيه ريحه، ما ينفعش نستخدم ده على طول عشان ده فيه ريحه، وهتبقي بتلتهبي الجلد بتاعك وانتي مش واخده بالك خالص. هيعمل لك احمرار في الجلد وهيعمل لك التهابات في الجلد لان انتي فاتحه مسام. ففتح مسام لازم مرطب كويس وما فيهوش ريحه نفاذه عشان الجلد. تاني يوم بقى وانتي نازله يا ست الكل واحنا مرطبين جلدنا وريحتنا حلوه وكل حاجه زي الفل، محتاجين بس ننزل كده نعدي ريحه حلوه، يعني ريحتنا حلوه وملمس جلدنا حلو. طب هنعمل ده ازاي؟ هنستخدم ده قبل ما ننزل، ده لوشن لترطيب الجسم، بس مش لترطيب الجسم بعد الشيفنج عشان في ريحه قويه جدا. مش لترطيب الجسم بعد الشيفنج بس، ممكن نستخدمه ترطيب الجسم تاني يوم عشان ابقى نازله ريحتي حلوه. فده ليب كومبو خطير للجسم، هتبقي منضفه جسمك ومخليه جسمك مترطب ومخليه جسمك ريحته حلوه عشان احنا في الصيف. وطبعا مش محتاجين ننسى اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه يا ست الكل، انك تستخدمي الديودرنت اللي بيريحك والديودرنت اللي ريحته حلوه، ويبقى اهم حاجه بيريح جلدك، مش بيعملك اسمرار، مش بيعملك حكه في الجلد عشان ده مكان حساس. ولازم تبقى اي حاجه بتستخدميها في المكان ده حاجه فرز اول مفروزه، يعني فرز اول دي المقصود بيها ان تبقى حاجه بتريح جلدك، مش بتستخدمي اي حاجه لمجرد ان فلان قال لي عليها حلوه فانا جبت عليها وخلاص، لا هي بتريح جلدي. انا كده خلاص الفيديو، اشوفكم في فيديو